فيلمنا بيبدأ بعشيرة من الفئران، واللي بنشوف ما بينهم فار اسمه ريمي، واللي بيكون عنده حاسة تذوق وشم نادرة جدا، وبيعرفنا على أخوه إيميل وكمان باباه اللي بيكون زعيم العشيرة. وفي يوم من الأيام بيشم ريمي ريحة حاجة غريبة في الأكل، فبيجري بسرعة وبيمنع باباه من إنه ياكل منه. وساعتها بيكتشف إن الأكل ده كان محطوط عليه سم فران، وبسبب اللي حصل ده بيعينوا باباه مكتشف للسموم علشان محدش من العشيرة ياكل حاجة مسمومة. وبنشوفه بعد كده وهو بيتخانق مع باباه طول الوقت، وهو بيحاول يقنعه إنهم المفروض يسرقوا الأكل من المطبخ وإنهم لازم يبطلوا ياكلوا من القمامة. ولكن باباه بيرفض وبيحذره من إنه يقرب من المطبخ، وده لأن البشر خطر جدا. ولكن ريمي ما بيسمعش كلام باباه، وبيروح لبيت ست عجوزة وبيدخل للمطبخ، وهناك بيتفرج على أشهر شيف في باريس واللي بيكون اسمه الشيف جوستو. وبيبدأ ريمي ياكل وهو سعيد جدا بطعم الأكل النضيف اللي في المطبخ. وفي الوقت ده بتصحى صاحبة البيت، فبيخاف ريمي وبيهرب